السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل مباراة في الدوري الإسباني، مباراة جمعت بين العملاق الكبير الأندلسي نادي إشبيليا والميرينغي ريال مدريد. طبعا نحن كمغاربة يهمنا نادي إشبيليا بقيادة المغاربة يوسف النصيري والعملاق الأسد ياسين بونو. طبعا كنا كنعرف أن إشبيليا تحت قيادة المدرب خوسي لويس مينديليبار اللي كيدخل بالتشكيله كالاتي في لقاء اليوم. حارس مرمى فهو بونو، اما خط الدفاع عندنا غودي، كريم رقيق، موتسيال واكونيا. وسط الميدان لدينا راكيتيتش، بوين وباب غوميز. اما خط المقدمه خط الهجوم لدينا لاميلا، برايان خيل والرافا ميل. اليوم المدرب خوسي لويس منديليبار كيشرك بونو كاساسي في منصري كاحتياط. بداية المباراة شاهدنا البداية القوية للنادي الأندلسي إشبيليا، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 3 من عمر المباراة عن طريق المهاجم الرافاميل بتسديدة في مرمى كورتوا بعد خطأ فادح من دفاعات الريال وسوء التمركز. جعل الرافاميل يسجل الهدف الأول لإشبيليا بطريقة مبكرة في عمر المباراة. بعد هدف إشبيليا ريال مدريد دخل في أجواء المباراة أكثر، وأصبح أكثر استحواذ وسيطرة وخلق للفرص والمحاولات. أول فرصة محققة كانت عن طريق اللاعب رودريغو، لكن خروج بونو أغلق عليه الزاوية وخلى رودريغو يضيع الفرصة بطريقة غريبة. لكن ريال مدريد عاد مجددا وسجل الهدف التعادل عن طريق اللاعب رودريغو من ركلة حرة مباشرة. للأمانة بونو يتحمل مسؤوليات، حيث في تمركز خاطئ على مستوى الجدار، وكذلك تمركز خاطئ لياسين بونو جعل رودريغو يسجل هدف التعادل بكل أريحية في مرمى إشبيليا وهدف التعادل في المباراة. طبعا ريال مدريد عاد في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني عن طريق اللاعب رودريغو. للأمانة هذه المرة لا يتحمل بنو المسؤولية، حيث الدفاع كان سيء في تلك اللقطة وفي تلك المحاولة للميرينغي، وجعل رودريغو يقوم بتسجيل الهدف الثاني في مرمى بونون. اليوم المدرب خوسي لويس منديليبار احتفظ بيوسف النصيري في مقاعد البدلاء ولم يشركه في أي دقيقة من مباراة ريال مدريد، لأن يوم الأربعاء القادم لديه نهائي مهم على مستوى الدوري الأوروبي ضد العملاق الإيطالي نادي روما. لهذا جعل من النصيري لا يشرك في لقاء اليوم بدون أي دقيقة أو حتى ثانية. فالمباراة القادمة مهمة، مباراة اليوم ليس بتلك الأهمية، لم يشارك في أي دقيقة. لكن على العموم بونو قدم أداء متوسط لقاء اليوم، استقبل هدفين، الهدف الأول بخطأ من بونو والهدف الثاني من خطأ الدفاع. ونتمنى التوفيق لبونو وليوسف النصيري يوم الأربعاء ضد روما. هذا وكل في مدينة، وإلى اللقاء.